Sì, capitano. يا ترى هشوفك تاني امتى يا مصر؟ يا ترى هشوفك تاني ولا دي اخر مرة عيني تشوف فيها ارضك؟ انا عايز اعرف اخرة اللي احنا فيه ده ايه؟ مالك جاك؟ اسمعيني يا لوسي، انا عارف ان كلامي ما بيعجبكيش، لكن تقدري تفهميني معنى كل اللي بيحصل ده ايه؟ من ساعة ما سيبنا اسرائيل على ايطاليا، وفي ايطاليا اخدنا باسبورات فرنساوي، وعلى نفس المركب رحنا مصر وزرنا الاهرامات واتفسحنا وكل حاجة. لوسي انت عارفة كل شيء وله سبب جاك. هو ايه السبب ده كله؟ المعرفة على قدر الحاجة. هدينا راجعين لايطاليا على نفس المركب تاني، تقدري تقولي لي فين الحاجة اللي احنا كنا رايحين علشانها؟ افتح جاك. في حاجة؟ كابتن احنا مالك جاك؟ احنا طلعنا المهمة دي ليه؟ علشان ديفيد شارل سمحون. مين؟ انت سمعتيني كويس. فهمتي حاجة؟ شارل سمحون بتاع اسكندرية؟ بالظبط. بس ده مالك لوسيا؟ شارل سمحون ما عندوش غير بنتين وبس، ايفيت وماجي، ودول كانوا معايا في سان مارك. لكن اللي انا اعرفه كويس ان ما عندوش ولاد صبيان. مش مهم اللي انت تعرفيه. اوكي مش مهم نعرف، بس نفهم. عاوز تفهمي؟ نفهم احنا طلعنا المهمة دي ليه؟ ما انا قلت لك جاك، علشان ديفيد شارل سمحون طلع معانا المركب من اسكندرية. تاخد كاس؟ كان المفروض تسألني السؤال ده اول ما دخلت. وايه المطلوب مننا؟ ان السنيور سمحون ما يغيبش عن عينيكم طول الرحلة من هنا لنابولي. بس كده؟ بس كده. بس المركب كبيرة، والمفروض اننا عروسين وفي شهر العسل، والمفروض برضو اننا ما نسيبش بعض ثانية واحدة. انتوا مسؤوليتكم انكم تراقبوه جوه المركب، في الصالون، في الدايننج روم، منطقة الكباين وبس. يعني احنا طلعنا كل المشوار علشان تستريح جاك، انا ما عنديش معلومات اكتر من اللي انا قلتها لكم. يظهر ان مسيو سمحون، سواء ده اسمه الحقيقي ولا لا، شخصية مهمة ومش سهلة. وكل اللي اقدر اقوله ان الشاب ده ممكن يكون مكسب عظيم للوطن، وممكن ايه؟ ممكن يكون كارثة. وايه المطلوب بالتحديد مننا؟ انكم تشوفوا هو بيتصل بمين، خصوصا المصريين، بيتصرف ازاي، بيكلم مين، بيقعد مع مين. طبعا انتوا عارفين شغلكم كويس. وده نازل في الكابينة رقم كام؟ كابينة رقم 6 اللي جنبكم على طول. ممكن اقرب منه؟ دي الحاجة الوحيدة اللي طلبوا مني احذرك منها. ما تحاوليش تقربي منه بأي شكل او صورة. وده شكله ايه؟ ما يهمكش جاك، انت هتعرفه لوحدك. جاك،
غير هدومك، مفيش وقت. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لو انك وقعت في كمين زي اللي اتصاب لك الليله اديك في بلدك واحنا جنبك، انما في اسرائيل هتروح فين؟ حبل المشنقة بالظبط كده. الله، انت رجعت من اسكندريه امتى؟ يا دوب فت على البيت، شفت الولاد وجيت. رافض تسافر؟ ايه؟ قلقان يا محسن؟ انت ايه رايك؟ مش ممدوح وفاهم معاه على المركب؟ المشكله مش في المركب يا حسن. ممدوح وفهمي ومعاهم سميره اخدوا تلقين كافي. انا متاكد ان محدش هيحس بيهم على الاطلاق. وفي نابولي مصطفى عبد العظيم معاه مجموعه قدراتها عاليه جدا، خصوصا يسري بقاله في ايطاليا دلوقتي 10 سنين ويعرف نابولي كويس قوي. طب ايه اللي قلقك؟ اليهود يا حسن. التعامل مع الناس دي اثبت انهم مش عبقرة، لكن لازم نعترف ان خبرتهم كبيرة قوي في المجال ده. هل تفتكر انهم ممكن يكونوا بلعوا الطعم بسهولة؟ تفتكر انهم شاكين في رفض؟ الشك قائم وهيفضل قائم لفترة طويلة قوي رغم كل اللي عمله سمحون واللي قاله صروف. ما تقولي انت بتفكر في ايه؟ مش جايز يكونوا مستنيين لغاية ما يوصل اسرائيل وهناك يبقى تحت ايديهم. طب وايه اللي يخليهم يعملوا كده؟ عشان يدونا درس. هو احتمال قائم طبعا، بس افتكر ان رأفت ممكن يواجهه. رأفت رغم كل ملكاته خبرته محدودة قدام خبرتهم. في حاجة يا حسن؟ انا سمعت ان في شوية تنقلات ممكن تحصل هنا. امر طبيعي في ظروف زي اللي بتمر بيها البلد اليومين دول. في احتمال كبير انك تروح المانيا. المانيا؟ اشمعنى المانيا بالذات؟ يعني هنبقى محتاجين لكفاءتك هناك. هي اذا كان وجودي هناك هيفيد انا ما عنديش مانع. وجودك هيفيد في اي حتة يا محسن، مش هي دي المشكلة. امال ايه المشكلة؟ المشكلة في رأفت. لا، مشكلة رأفت مش في مين اللي هيتعامل معاه هنا. مشكلة رأفت في التجربة اللي هياخدها ابتداء من النهاردة. عموما اذا كان تقديرك ان رأفت ممكن ما يكملش، ممكن تبعت برقية لمصطفى يرجعه مصر تاني. مش انا اللي اقول يا حسن اذا كان يقدر ولا لا. امال مين اللي هيقول؟ رأفت لوحده هو اللي يقول. خير يا ممدوح، انا بشك في حاجه يا فهمي. ايه هي؟ في بحار من بتوع المركب يظهر انه حاطط عينه على ديفيد. وايه اللي يخليك تقول كده؟ مفيش حته في المركب ديفيد يروح فيها الا والبحار ده بالذات الاقيه هناك. معنى كده ان مخاوف السيد محسن كلها كانت في محلها؟ فعلا،
ومعنى كده كمان ان في حد تاني غير البحار ده بيراقب ديفيد. قصدك ايه؟ في مناطق معينة في السفينة ممنوع على البحارة انهم يدخلوها، زي الصالون والمطعم ومنطقة الكباين. فده معناه ان في حد تاني من الركاب بيراقبه هو كمان. كلام منطقي جدا. طب والحل؟ احنا نقسم نفسنا مجموعتين ونبقى على اتصال مستمر. انتم تركزوا على المركب من جوه، وانا سيبولي السطح. ممدوح، تفتكر في حد على المركب من غير اليهود اللي طلعوا معاه؟ مش انا اللي اقدر اعرف ده يا فهد. على العموم ما تحملش هم. طب يا جماعه شدوا حيلكم، وعلى فكره احنا قدامنا 48 ساعه من غير نوم. شايفك كنت جاي؟ اطمن. ايه الاخبار؟ مفيش جديد. ضغط كاس؟ لو ما كانش عندك مانع. المفروض لو حد دخل علينا دلوقتي سواء من الضباط او البحارة او الركاب انه يعرف انك جاي تسألني على حاجة. حاجة زي ايه؟ اي حاجة، اي سؤال. هنوصل امتى؟ احنا ماشيين كام عقدة؟ المسافة من اسكندرية لنابولي كام ميل بحري؟ اي سؤال من الاسئلة السخيفة اللي الركاب دايما يسألوها. قالوا لي في مصر انك هتقول لي ايه المطلوب مني على المركب بالظبط. ايه اخبار سوسوليفي؟ متذمر طبعا. ليه؟ لانه مش عارف ليه انتوا عايزينه يتظاهر بان عنده دوار بحر، وليه مش عايزينه يسيب الكابينة بتاعته طول الوقت. سيبه يتذمر. وبالنسبة لليفي كوهين مش اكتر من انك تحاول تكسب ثقته وتقرب منه. ما ينفعش. تخليه ينفع. صحتك. على العموم حاول على قد ما تقدر. شوف كابيتانو، ليفي كوهين ده من يوم ما عرفناه لا بيحب حد يقرب منه ولا هو يقرب من حد، وبالذات انا. ما تنساش انه عاش حياة صعبة. ده لو كان عاشها فعلا. ده مش شغلك ولا شغل سنيور عزرا. احنا علينا ننفذ المطلوب مننا وبس. اسمع كابتنو، ليفي كوهين من يوم ما تعرف بإبراهيم سليمون اخو سوسو ليفي في اسكندرية وهو عمره ما قرب من حد ولا خلى حد يقرب منه، حتى إبراهيم. ثم ليفي كوهين ما تنساش ان اسمه دلوقتي ديفيد شارل سمحون. وما تنساش كمان ان المركب عليها 16 راكب مصري، ومحدش يعرف دول مين ولا مسافرين ليه. انما لو حد منهم سمع اسم ليفي كوهين مش هيبقى كويس. وايه المطلوب مني بالظبط؟ انا قلت لك لاحظ انهم مهتمين بيه في تل ابيب بشكل خاص. ما احنا اهتمينا بيه في مصر بشكل خاص وما عرفناش نطلع منه بحاجة. بس هم في تل ابيب غيركم في مصر. عموما انا كل اللي اقدر اوعدك بيه ان هعمل كل جهدي. كده يبقى كويس.
واي حاجة تشوفها غير طبيعية لازم يكون عندي خبر بيها. اي سؤال سنيور عزرا واي حاجة تعوزها انت عارف ازاي تتصل بيا. ارجو انك ما تنساش انك تحطني على ترابيزه واحده مع صديقي سنيور سمحون على العشاء كابيتان. ما يهمكش سنيور. السيد يعقوب بنيامين حنانيا. اي خدمة اقدر اقدمها لكم؟ انا صميم سمعون وده زميلي ناحور بن جور. وانا ديفيد شارل سمحون. احنا من الوكالة اليهودية. اذا كنتم من الوكالة اليهودية فعلا فلازم تعرفوا ان المركب دي فيها كتير قوي من غير اليهود. في راجل في مصر اداني اسمه وزور هناك في اوراق رسمية علشان يساعدني على الخروج من مصر. واذا كنتوش تعرفوا فالمركب دي فيها عدد لا بأس بيه من المصريين. افرض ان واحد منهم احنا ما نعرفوش، عارف انا مين. يا ترى ايه اللي ممكن يحصل للراجل المسكين ده هو وبناته الاثنين؟ انت معاك حق سيد سمحون، واللي لازم تعرفه اننا موفدين من قبل الوكالة عشان نرحب بيك. شكرا يا حبيبي. اعتقد انك مسافر اسرائيل. يا ترى في مكان تاني ممكن يروحوا اللي زيي؟ لا طبعا، واحنا على العموم في خدمتك ومستعدين نقدم لك اي خدمة لغاية لما تسافر اسرائيل. انا ليا رغبة واحدة بس. ايه هي؟ اني اقضي في نابولي كام يوم اجازة. عاوز ارتاح، نفسي اتفسح وانا مطمن ان مفيش بوليس بيراقبني، واعتقد انكم عارفين ده كويس. سيد سمحون، احنا عارفين بميعاد وصولك اكيد ده اكيد طبعا، والا تبقوا بتلعبوا. عشان كده حجزنا لك اوضه في نابولي، وتذكره السفر لاسرائيل جاهزه، مش ناقص غير انك تحدد اليوم اللي تحب تسافر فيه.
انا بشكركم على الاهتمام اللي انا شايف اني ما استحقهوش، لكن المفروض دلوقتي بقى ان انا اعمل ايه بالظبط؟ احنا معانا تصريح باسم سنيور ديفيد شارل سامحون بصفتك شخصيه اسرائيليه هامه، وده هيوفر علينا حاجات روتينيه كتيره هنا في المينا. اي خدمه اقدر اقدمها للسنيور سامحون؟ ده شيك بمبلغ 15,000 دولار وهو مسحوب على بنك كريدي ليونيه بجنيف. ارجو تحويل المبلغ لنابولي مع خصم كافه المصروفات على حسابي. بكل سرور سنيور سامحون. ودلوقتي انا عاوز اشكركم مره تانية على كل اللي عملتوه علشاني. ادم سامحون، احنا اولا عاوزين نعتذر عن الخطأ اللي وقعنا فيه في البداية، لكن يبدو اننا هنحتاج لمساعدتك في الايام اللي جاية. مساعدتي؟ احنا بلغنا للاسف ان المجموعه اللي خرجت معاك من مصر محتاجين لحد يقنعهم. يقنعهم بايه؟ يبدو ان البعض منهم قرر السفر الى امريكا اللاتينية، والبعض الاخر ربما لارتباطات عائلية قرروا الهجرة الى فرنسا او الولايات المتحدة. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ هي دي الحقيقة بكل اسف. جراتسي. بريجو. على كل حال احنا لسه قدام مننا وقت كفايه، وانا محتاج 2-3 ارتاح فيهم، وبعد كده نبقى نفكر في الموضوع براحتنا. من حقي اني اخد اجازه. عن اذنكم. شايف الكرافتتين دول يا رأفت؟ دول شبه بعض بالظبط يا محسن بيه. قصدك تقول انهم نسخة واحدة؟ فعلا هما نسخة واحدة معمولة هنا، ولا يمكن هتلاقي اي كرافتة تانية في العالم شبههم. وده معناه ايه؟ في واحدة هتبقى معاك والتانية هتفضل هنا. وبعدين؟ دي الوسيلة اللي هتتعرف بيها على اي حد مننا بتقابله لأول مرة ويكون لابسها. عشان كده لازم الرسم والألوان يكونوا مطبوعين في دماغك كويس قوي. فاهم يا رفض؟ انت مودينا على فين يا محسن بيه؟
اللي اعرفه واللي ما اعرفوش، كود وشفرة، وسيلة تعارف وارقام وحروف وكتابة سرية ثم انا ما صدقت اني هبعد عن اللي اسمه عزرا ده. يا ترى طلع ازاي من مصر؟ وازاي تسيبه يطلع يا محسن بيه؟ ولا انت ما كنتش تعرف؟ ويا ريتها جت على عزرا لوحده، ده كان فيه قبطان المركب والبحار اللي فضل قاطرني طول الرحلة، ويا عالم كان في مين تاني كمان على المركب؟ والمصريين اللي على المركب. ديفيد ما حاولش يتصل بحد فيهم، وكان واضح تماما انه ما يعرفهمش، وهم كمان ما حدش فيهم كان يعرفه. والظباط اللي على المركب؟ سينيور أنطونيو، كل اللي نقدر نقوله ان ديفيد شارل سامحون كان بيتصرف بشكل طبيعي جدا، لدرجة اننا مش عارفين احنا جينا من تل ابيب بطول المسافة دي ليه. ده رأيكم؟ وده اللي هنكتبه في التقرير بتاعنا لما نرجع تل ابيب. انا مش عاوز تقرير، التقرير مفروض انه يتقدم في القاهرة مش هنا. امال سيادتك عاوز ايه بالظبط؟ انا حبيت اشوفكم الليله دي، وانا عارف طبعا انكم تعبانين من الرحله، بس في شويه حاجات يهمني اعرفها وفورا. حاجات زي ايه يا فندم؟ يعني ما فيش حاجه بالتحديد، لكن يهمني اعرف ملاحظاتكم عن اللي حصل على المركب. مين كان بيراقب ديفيد؟ هو كان بيتصرف ازاي؟ مين اتصل بيه؟ علاقته باليهود اللي كانوا على المركب. معنى كده يا فندم ان سيادتك عايز تعرف كل حاجه. تمام كده، وده لاني يهمني اني اشوف الصورة باكبر قدر من الوضوح الليلة ودلوقتي. الصورة واضحة من مصر، مش محتاجة لشرح اكتر. خلينا في المركب سينيور عزرا. وهي تفرق كتير؟ انا عايز تفسيرك عن اسباب ابتعاد سينيور سامحون عن الناس بالشكل ده. سينيور انطونيو ليفي كوهين ما بيبتعدش عن الناس كلها، ده بيبتعد عننا احنا بس. لازم له اسبابه. في مصر ممكن يكون في اسباب هناك، ده صحيح، لكن بعد ما ساب مصر وركب المركب والمفروض انه راجع اسرائيل، يبقى ايه المنطق في كده؟ سينيور انطونيو الجدع ده من ساعة ما قابلته وانا بشك فيه، في حاجة واقفة بيني وبينه. لازم في حاجة خاصة. ده كلام مش محتمل، وانا سكت ليه؟ اني خايف ما تصدقونيش انتوا كمان. المفروض تقول كل اللي عندك سينيور عزرا. هو في مشكلة. ايه هي؟ انا كل ما اقرب له ارتاح له ويمكن اصدقه، لكن كل ما ابعد عنه سينيور انطونيو ليفي كوهين ده. ما تنساش انه اسمه دلوقتي ديفيد شارل سامحون. ان شاء الله يكون اسمه بن جوريون. وانت عارف ان سينيور سامحون اداله اسمه. هو ده اللي مجنني. وما دام اداله اسمه يبقى رأيه فيه، وقبل كده صروف قال رأيه، وانت عارف كده. شارل سامحون وصروف يهمهم ايه؟ ايديهم مش في النار زينا، ما هماش راجعين اسرائيل، مش هيرموا فلوسهم في بير ما يعرفلوش قرار. ده المطلوب منهم بالظبط. ما قلتليش ايه اخبار الناس اللي كانوا معاك على المركب؟ مفيش جديد. يعني ايه؟ يعني مفيش حد منهم راجع اسرائيل غير واحد بس، حتى سوسو ليفي لما ما تتكلمش عن سوسو ليفي، اهتم انت بالاخرين. اديني بحاول معاهم. غلط. ايه؟ غلط. في ظروف زي دي لازم تقتنع بوجهة نظرهم، واذا عملوا حاجة لازم تعمل زيهم. مش فاهم. مش ابن عمك لويس بيشتغل فرع بنك باركلز في باريس؟ ده صحيح. مش سبق وبعت لك انك تحصله؟ وكلكم عارفين ان انا اعتذرت. طب ليه ما تقبلش العرض ده دلوقتي؟ سينيور انطونيو انا مش فاهم حاجة. بالشكل ده هتبقى في فرصة لسينيور سامحون اذا كان مؤمن بالقضية فعلا ان يقنعك بالهجرة معاه لاسرائيل. وفي اسرائيل سينيور انطونيو ممكن تفهمني اكتر؟
عاوز تفهم ايه بالظبط يا يسري؟ اللي انا عرفته من سيادتك ان ديفيد ذكي جدا ويبدو انه مدرب، ولو انك ما قلتليش. انت مش شفته في المينا؟ شفته ماشي مع الاتنين بتوع الوكالة اليهودية. مش جايز يكون متراقب من حد تاني؟ مالك يا يسري؟ مين ديفيد ده يا فندم؟ ما انا سبق قلت لك، شاب مصري يهودي في احتمال يهاجر اسرائيل. طب اذا كان انا ما عنديش اجابه لاسئلتك دي. كل اللي اقدر اقوله لك دلوقتي انك لازم تكون في غايه الحرص، لاني مش عايز لا ديفيد ولا اي حد من اللي هيراقبوه ان كان هيتراقب من حد غيرنا يحس انك وراه. مهم كمان فرانكا تفهم ده كويس ما دمت مصر ان اكون معاك. انتهى الوقت اسف، لازم تلحقه قبل ما يخرج من اللوكاندا. Buongiorno Confido. Buongiorno signor سامحون، كوم ستاي؟ بان ايه اخبار الشيك؟ احنا بعتناها لفرع البنك هنا في نابولي، ومدير البنك اتصل بروما بالتليفون، وفي احتمال كبير يتم الاتصال بجنيف النهارده. مولتو جراتسي، ارجو ان التحويل ما يتاخرش كتير. ثق تماما ان اداره الفندق بتعمل كل اللي تقدر عليه سينيور سامحون. جراتسي. بس انا ما اعرفش اروح بركان فيزوف ازاي. بسيطه، تطلب بامفلت عن معالم نابولي والمناطق اللي حواليها، هتلاقي فيه كل المعلومات عن بركان فيزوف ومدينه بومبي. طب انت يا محسن بيه مش تعرف السكه؟ طبعا اعرفها،
طب ما تقول لي روح ازاي لا غلط غلط يا رافع. طب بروح على شويه بس يا محسن بيه. لما تروح بركان فيزوف وانت عارف السكه غير لما تروح وانت مش عارفها. اقدر الاقي عندك طفره معالم نابولي والاماكن اللي ممكن ازورها؟ سي سينيور كل سرور كويسه. جراتسي. بريجو.